نحن ضد التوريث لأن هذه آلية لا تقبل ديمقراطيا. نحن نعلم أن مصر تخلصت من النظام الملكي الوراثي منذ أكثر من 50 عام. وحضرتك تعرف أكثر مني أن التوريث لن يتم بتحويل مصر إلى ملكية، التوريث وهيتم أيضا من خلال انتخابات، وليأتي من يأتي. نعم. بانتخابات نزيهة. أما أني مبكرا أعرف من سيأتي بانتخابات نزيهة فهذه ليست انتخابات نزيهة. نحن ظللنا إلى آخر لحظة في انتخابات جماعة الإخوان المسلمين لا نعرف من سيختار الإخوان المسلمون، لا عضوا لمكتب الإرشاد ولا مرشدا. ما يدل هذا عليه أن الانتخابات تأتي في نهاية الإجراء بالشخص الذي يختاره الناس. أما أن يكون هذا الأمر مسبقا معلوما ومعروضا ثم نقول أن الآليات ستترتب وتعد كي تقدم هذا الإنسان، هذا أعتقد أنه تغيير في الآليات ليوافق المطلوب الوصول إليه في النتائج. هل تعارضون ترشيح جمال مبارك ضمن آخرين للرئاسة؟ لا نعارض ترشيح الأستاذ جمال مبارك مثله مثل أي مواطن مصري، شريطة أن لا يتميز عن أي مواطن مصري في طريقة العرض على الشعب المصري، وبآلية تسمح بالاختيار الحر النزيه دون قهر أو ضغط.